بسم الله. النهارده هنعمل معاكم بقى الفراخ. انسي بقى تسلقيها وانسي كل الحركات اللي احنا عارفينها. جبنا هنا 3 جزرات، وجبنا كيلو بطاطس، وجبنا فلفل، وجبنا توم، وجبنا بصل قطعناه شرايح. معايا هنا فرخه فتحتها من الظهر بتاعها. جبت صينيه دهنتها زيت، حطيت فيها، نزلت في كل الخضار بتاعي فيها، ونزلت بالفرخه زي ما انتوا شايفين، ومنضفاها وغسلاها وزي الفل، وكنت نقعها في ليمون وخل. مش عايزه اقول لكم بقى، يعني الطعم والريحه هتبقى حاجه خرافه وحاجه سريعه، وتعمليها لضيوفك وهتنجز معاكي، مش هتاخد معاكي وقت خالص. هي كلها هتلاقيها نص ساعه وخلاص. حطيت هنا معلقه كركم، وحطيت معلقه فلفل اسود، وحطيت معلقه ملح، وهنغطيها. اهم حاجه ان انت تغطيها وتدخليها الفرن على درجه حراره متوسطه. وهنا صويا صوص، ده برضو بيدي طعم حلو خالص للفراخ. اول ما تفتحي عليها تحطي طبعا كوبايه الميه زي ما انتوا شايفين كده، كوبايه ميه واحده بس، ما تحطيش حاجه تاني، لان كده كده الفراخ بتنزل الميه بتاعتها، والخضار بينزل كل الميه اللي فيه، فما تحطيش اي حاجه تاني. وشايفين بقى الجمال هنا بعد ما طلعتها من الفرن. حطيتها على الشوايه، خدت وش. بص مش عايزه اقول لكم، بعد ما تلاقيها استوت وهي في الفرن تحت، عصري عليها عصره ليمون. معلش انا نسيت اصور لكم دي. وبعد كده حطيها في الفرن تاني حكايه دقيقتين 3، وبعد كده طلعيها على الشوايه، هتديكوا بقى الشكل النهائي ده. واتمنى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.